السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده روتين قوي جدا، عملت فيه حاجات كتير وشغل كتير قوي. إن شاء الله تشوفيه وتتشجعي تقومي تخلصي كل اللي وراكي. لو أول مرة تشوفيني فضلا وليس أمرا تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس وتدوسي لايك لو عجبك الفيديو. مبدئيا كده كان في حد معدي بكرنب، فلقيت الكرنب معاه كويس، يعني كرنبايه كبيره كده وحلوه. جبت منه التلاتة ب30 جنيه. الكرنبايه دي قبل لما اقطعها، يا ريتني صورتها قبل لما اقطعها. لو كنت شفتيها، لو انا بشتريها من اي حد بره مش هيدهاني اقل من 20 جنيه. ده كان شكل المطبخ بعد لما خلاص قطعت الكرنب وحطيته ان هو يتسلق. بسلق في الحله، بحط فيها ملح بس ما بحطش فيه كمون. انا جربت قبل كده ان انا اسلق الكرنب بملح وكمون مع الميه، ما كانش حلو خالص وكانت ريحته وحشه. ما انا ما حبيتوش بصراحه، فسلقته في ميه وملح بس. وبدله اللي هو يا دوبك بس ان هو بيطرى معايا في الميه المغليه، وبشيله اطلعه على الصينيه يبرد واقطعه واحطه في الفريزر. هو كده كده يعني هيقعد معايا فترة في الفريزر فهيكون استوى. وبسلقه في الحلة علشان ما بحبش ان انا اسلقه في صينية، بحس ان هي الصواني بتطرطش وبتبهدل الدنيا، طرطش مية يعني وبتبهدل الدنيا. فانا عملتها في الصينية في الحل. خلاص كنت خلاص خلصت الكرنب سلق. حطيت الطماطم، هي دي بس نص الكمية. وكانت جامدة، يعني كانت خضرة وجامدة، فانا فردتها على صينية كذا يوم على ما بقت باللون ده. فكان فيه حاجات يعني ايه شبه باظت كده. فطبعا قطعتها وحطيتها وعملتها ايه، حطيتها في حلة وعليها شوية مية وحطيتها على النار تتسلق. خلصت الكرنب وخلصت الطماطم، انا ماشيه يعني الفيديو بصوره واحده واحده. خلصت الكرنب وخلصت الطماطم، دخلت على السمك. نضفت كده السمك تحت ميه جاريه. السمك اللي هيتشوي اللي هو الصغير كان فيه شويه هيتشووا وشويه هيتقلوا، اللي هو شويه يعني كبير للقلي وشويه صغير للشوي. فغسلتهم كده تحت ميه جاريه وركنتهم. وغسلت السمك التاني ونضفته، اللي هو بتاع القلي نضفته حطيته على القلي جاهز. بس انا لما باجي احط السمك اللي هو بتاع القلي ده في الفريزر، لو انا هحطه، لو انا عارفه ان انا هطلعه اقليه، بحط فيه التتبيله بتاعته او الدقه بتاعته. مش هقليه، انا عارفه ان هو مش هيتقلى، او ممكن ان انا اطلعه اعمله في صلصه اللي هي المقالي، بسيبه زي ما هو. فانا ما كنتش عارفه ده هيبقى ايه، فسيبته زي ما هو. نضفت كده السمك وحطيته في اطباق وغلفته وحطيته في الفريزر الاول. قبل لما قبل المقطع ده كان في مقطع ان انا حطيته في ميه بليمون وسنه بسيطه قوي من الخل عشان تضيع ريحه الزفاره اللي فيه. فعلا بتبقى مضيعه ريحه الزفاره، بيبقى حلو جدا. خلاص كده خلصته وطالعه بقى في امان الله. اشوف بنتي بتعيط بقالها شويه، عايزه اروح بقى اشوفها. لقيت ده المنظر، البلاعه ردت الميه كلها، وطبعا ميه بسمك. فكانت ريحة الزفارة طالعة قوي فيها، وكمان بهدلت الفرشة. فقمت رايحة رميهم في البانيو وخدتهم حطيتهم في الحوض وحطيت عليهم شوية برسيل وغسلتهم ونشرتهم. ورجعت تاني نضفت الحمام، سلكت البلاعة ونضفته. كان بتاع البلاعة بقى ردت كل المية اللي فيه. فقمت رايحة منضفاه، غسل طبعا الحوض وغسلاه كله تاني والبانيو كله. قمت رايحه غسله، وطبعا غيرت الريحه بقى اللي فيه بعد الميه ما راحت وكده، بعد الميه ما مشت. قمت رايحه حاطه البتاع، قمت رايحه غسلاه حلو كويس بميه وبرسيل وكده، ونشفته وفرشته.
كانت الطماطم ده الشكل بتاعها. انا طبعا سبتها على النار على ما خلصت، على ما رحت خلصت السمك والحمام وكده. ده كان شكلها. لو انت عندك هاند بلندر دي هتبقى حلوة جدا في الوقت ده ان انت تضربيها بيها بدل كركبة الخلاط ومش عارفة ايه وكده. سلقت الطماطم ورجعتها تاني على النار ان هي تعمل صلصة تتسلس. قلت بقى بما ان فيه صلصة بتتجهز وكرنب بيتسلق اعمل محشي. يعني ما جاتش على الفرخة هطلعها من الفريزر واحطها اعمل بها محشي. قطعت هنا شوية ورق كده يكفوني، وسلقت الفرخة وحمرتها وهحطها زي ما مامتي كانت بتعملها في حلة. بتبقى طعم الفراخ واخده من المحشي والمحشي واخد من طعم الفراخ، حلو جدا. احلى ما تعملي كل حاجه لوحدها، حتى لو بشوربه الفراخ او بشوربه بط او لحمه او ايا كان اللي عندك. يعني لما تحط الحاجه في المحشي كده بيبقى طعمها طعم وحلوه جدا، احلى من ما هي بره. في ناس بعد ما بتعملها كده بتطلعها ان هي تحط الفرخ يعني نص سوا من غير ما تحمرها وتطلعها من المحشي تحمرها. لا انا بحبها كده زي ما ماما بتعملها، بتبقى طعمها حلو جدا. وده المحشي بعد لما خلاص اتعمل اتسلق واستوى، كان طعمه حلو وطعم بشكل. ودي كمان الفراخ فيها، ودي الصلصة. هو تقريبا المقطع اتعاد معايا تاني، بس كمية الطماطم اللي كانت في الحوض في اول الفيديو دي نص الطماطم، نص الطماطم اللي كانت عندي. طلعت شوية الاكياس دول. انا الاكياس اللي عندي كبيرة، وكمان طلعت منها الطماطم دي جامدة وشكلها جميل ازاي. طلعتهم منها وديت الصلصة. الاكياس بتاعتي كبيرة، فعشان ان انا احط على قد كل اكلة فهيبقى خسارة اكياس، فحطيتها. وبعد كده لما اجي بقى اعمل الاكلات هقطع منها عادي بالسكينة، هاخد نصها عادي مفيش مشكلة، اسيبها تفك شوية برضو عادي مفيش مشكلة. الاتنين قدامي متاح وهتكفيني وحلوة طالما هي رخيصة. الطماطم انا جايبة الكيلو فيها ب2.5 جنيه في القفص، فاستغلت الفرصة بصراحة وجبتها عشان رمضان وعشان ان احنا بنعمل اكلات كتيرة فيها خضار وكده فبحتاجهم. وديت شوية الخضار دول كان حد يعني قريب جوزي وكده جاي بعتهم لي، فقطعتهم وكمان حطيتهم في الفريزر علشان ما تخسرش معايا او ما تخربش معايا. وكانت بعتلي الكيكه دي كمان كان طعمها جميل جدا. الجيران اللي بعضها يا جماعه. ودي كمان دي كانت كل الحلل بعد ما ولت الصلصه ومش عارفه ايه وده كله. وطبعا المطبخ اتكنس واتمسح واتفرش. وكان الجردل اللي كان على الغسالة ده كنت غسلاه عشان احط فيه الرز بدل ما كل شوية بفتح البستلة وكده. وهو ده كان الفيديو معايا. يا رب تكونوا اتشجعتوا وتقوموا